السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح أشارككم خلطتي المفضلة اللي هي خلطة العسل والمايونيز لتطويل وتنعيم وترطيب الشعر. العسل والمايونيز عندهم فوائد مرة كثيرة، بس أنا ما كنت أعرفهم كلهم، فرحت العب جوجل وانصدمت. عشان كذا جمعت لكم هذه الفوائد، راح أحطها لكم تحت في صندوق الوصف عشان كلنا ننصدم. أكثر شيء حببني في هذه الخلطة إنه سهلة وتتكون بس من 3 مكونات، وهذه المكونات موجودة في كل بيت إن شاء الله. فعشان كذا يلا نبدأ. الأشياء اللي راح نحتاجها: عسل، مايونيز، زيت، أي زيت من اختيارك، أي زيت ينفع معاكي. أنا هنا اخترت زيت الزيتون، ملعقة عشان نحرك وزبدية عشان نحط فيها الخلطة. المايونيز نحتاج 3 ملاعق، ويمديك تزودي أو تنقصي على حسب طول شعرك. من العسل راح نحتاج 2 ملعقة، واكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا تقولوا ملعقة ولا معلقة. أما بالنسبة للزيت فما في كمية محددة، حطوا زيت بكمية متوسطة، يعني مو مرة كثير ومو مرة شوية. وبعد كذا نخلط 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 ونخلط إلى أن يتجانس، وانتهينا. أسهل من كذا ما في. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تسووا لايك، وإذا حابين تشوفوا أشياء جديدة في هذه القناة سووا سبسكرايب تحت عشان يوصلكم كل جديد. وكمان إذا كان عندكم أنتوا خلطة تحبوها مرة شاركونا إياها تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد. أشوفكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.